ويتأسس كذلك أن يكوش ببر الوالدين. يعني ينبني جدار الأسرة على هذه اللبنات. اللبنة الأولى هي أن تلتقي أسرة مع أسرة، مجتمع مع مجتمع، بكامل الاحترام والتقدير والحب والتعاون. ثم تأتي اللبنة الثانية أن هذا اللقاء يقوم على حفظ الحقوق والواجبات للطرفين، ولا أحد يسمح له أن يضيع واجباته تجاه الطرف الآخر أو يطفف من حقوقه. واللبنة الثالثة توضع على حسن تربية الأبناء والبنات والاهتمام بهم ككائنات فاعلة، ليست كائنات يعني أرقاما فقط. في العلاقة بين الزوج والزوجة والأبناء والبنات